عارفة ايه أصعب من إنك تشيلي جبل فوق كتافك؟ إنك تضطري تضحكي وإنتي شايلة الجبل ده علشان اللي حواليك ما يتضايقوش. أصعب وجع هو الوجع الصامت، الوجع اللي ملهوش صوت ولا ينفع يتحكى لأي حد ولا ينفع يتقال. الوجع اللي بيبدأ لما بتكتشفي إنك بقيتي مجرد محطة في حياة ناس كنت فاكرة إنك انتي الحياة كلها بالنسبة لهم. احنا بنكبر وبنتغير مش بعدد السنين اللي بتعدي علينا، احنا بنكبر بالخيبة اللي بنشوفها في أقرب الناس لينا. لما بتلاقي نفسك بتعافري لوحدك بتسندي الكل، ولما بتقعي ما بتلاقيش حد يسندك. الغريب انك طول الوقت كنت العكاز اللي هم ساندين عليه سنين، وأول ما وقفوا على رجليهم كنت انتي أول حاجة اتكسرت واترمت ورا الظهر. نكران الجميل ده بيعمل شرخ في القلب ما بيتصلحش، بيخليكي تسألي نفسك هو أنا قصرت ولا أنا اللي كبرت ناس ملهمش قيمة؟ بس حابة أقولك حاجة، اللي ما بيصونش الجميل العيب مش فيكي، العيب في أصله هو. والجدعنة اللي عملتيها دي ما بتضيعش عند ربنا. بس اتعلمي انك تدي بميزان وتحبي نفسك ربع الحب اللي بتديه لغيرك. السكوت مش دايما علامة رضا، ساعات بيبقى علامة استغناء. والست اللي بتقرر ان هي تستغنى وتشتري نفسها مفيش قوة في الدنيا بترجعها تضحي تاني. لو حاسة انك شايلة فوق طاقتك او عشت خيبة امل كسرتك ومحتاجة تحكيها لقلب يسمعك من غير ما يحكم عليكي، ابعتي حكايتك في رسالة هنا معايا. احنا صندوق اسرارك اللي ما بيخونش. هنحكي قصتك بكل سرية من غير اسماء علشان الوجع لما بيتحكي بيخف. مستنية رسايلكم، ولو عجبكم كلامي ما تنسوش تشتركوا في القناة. مع السلامة.